إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الكيس الفطن من دان نفسه وحاسبها وعمل لما بعد الموت، وإن العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وحديثنا في هذه الجمعة عن التمني، وهو من الأمور المهمة، حتى إن الإمام البخاري رحمه الله تعالى جعل في صحيحه كتابا سماه كتاب التمني، وذكر فيه ما يشفي ويكفي. وقد عرف الحافظ ابن حجر التمني بأنه إرادة في المستقبل، إرادة في المستقبل، أي أن يريد شيئا في المستقبل. قال: فإن كانت هذه الإرادة في خير من غير أن تتعلق بحسد فهي مطلوبة، وإلا فهي مذمومة. فتبين لنا من هذا التعريف أن التمني منه ما هو مذموم، ومنه ما هو مطلوب محمود. فأما المذموم فكمثل أن يتمنى الإنسان الموت لمصيبة حلت به أو لضر أصابه. فقد جاء في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان ولا بد فاعلا، أي فإن كان ولا بد داعيا، فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. والعلة في ذلك في النهي عن تمني الموت ما جاء في حديث أبي هريرة، وما ورد في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يتمنين أحدكم الموت، فإن كان محسنا ازداد، أي من الإحسان، وإن كان مسيئا فليستعتب، أي ليتب إلى ربه وليرجع إليه. ومن التمني المذموم تمني لقاء العدو، فقد جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا. قال ابن الجوزي: وفي تمني لقاء العدو استدعاء للبلاء وادعاء للصبر، وما يدريك كيف يكون صبرك إذا جاء البلاء. ومن التمني المذموم تمني زوال النعمة عن الغير، وهذا هو الحسد، وهو من صفات اليهود
كما أخبر الله عز وجل عنهم بقوله: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ولهذا أمر الله المؤمنين أو نهى الله المؤمنين فقال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ومن التمني المذموم أن تتمنى الفجور، وأن تتمنى الشرور، وأن تتمنى الرذيلة، وأن تتمنى أن تشيع الفاحشة في المجتمع المسلم، كأولئك الذين يتمنون مجتمعا مدنيا أو مجتمعا علمانيا أو مجتمعا ليبراليا أو مجتمعا ديمقراطيا، أو يتمنى الشرك أو يتمنى البدع أو يتمنى الفوضى في بلاد المسلمين. فكل ذلك من التمني المذموم القبيح. والله عز وجل يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهكذا من التمني المذموم أن تتمنى المغفرة ولم تأتي بأسبابها، أن تتمنى الجنة ولم تعمل بعمل أهلها، تتمنى وأنت راقد، تتمنى وأنت كسلان، تتمنى وأنت في عجز وفتور. فهذا من التمني المذموم. يقول الله سبحانه: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ليس بأمانيكم أيها المسلمون ولا بأماني أهل الكتاب من اليهود والنصارى، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وهكذا يقول الله سبحانه في المنافقين، يقول في المنافقين لما ينادون أهل الإيمان: انظرونا، انتظرونا نقتبس من نوركم، فيقال لهم فيقولون: ألم نكن معكم؟ يقول المنافقون للمؤمنين: ألم نكن معكم في الظاهر؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم ورتبتم وغرتكم الأماني، غرتكم الأماني، تمنيتم أو تتمنون المغفرة وأنتم تبطنون الكفر وتظهرون الإسلام، وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله، حتى جاءكم الموت وغركم بالله الغرور. وأما التمني المحمود المطلوب فكمثل ما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قال: وددت لو أن عندي أحد ذهبا، لو كان عندي أحد ذهبا، للتمني لو كان عندي أحد ذهبا لأحببت أن لا يأتي علي 3 وعندي منه دينار إلا شيء أرصده لدين صلوات الله وسلامه عليه. لو كان عنده مثل جبل أحد ذهبا ما أحب أن تأتي عليه 3 أيام وعنده منه دينار، يعني يفرقه ويقسمه بين المسلمين، إلا شيء يرصده ويعده لدين. وهكذا في الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده وددت لو أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا
ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل. تمنى الشهادة صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث أن الله يكلم الشهيد ويقول له تمنى، فيقول أتمنى أن تردني إلى الدنيا فأجاهد في سبيلك فأقتل. ومن سأل الشهادة بصدق وتمناها بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن التمني المحمود ما جاء عن الصحابة كربيع بن كعب الأسلمي، تمنى أن يرافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فقال له عليه الصلاة والسلام سل يا ربيعة، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. وجلس عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين، جلس مع أصحابه ذات يوم فقال تمنوا، قال أحدهم أتمنى أن يكون ملء هذه الدار دراهم فأنفقها في سبيل الله، فقال عمر تمنوا، فقال آخر أتمنى أن يكون ملء هذه الدار ذهبا فأنفقه في سبيل الله، قال عمر تمنوا، فقال آخر أتمنى أن يكون ملء هذه الدار جواهر فأنفقها في سبيل الله، قال عمر تمنوا، قالوا ما عندنا بعد هذا يا أمير المؤمنين، قال ولكني أتمنى أن يكون ملء هذه الدار رجالا كأبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان أستعملهم في طاعة الله. قال ثم بعث بمال إلى معاذ، قال انظروا ماذا يصنع، فلما جاء المال إلى معاذ أنفقه في سبيل الله، وبعث بمال إلى حذيفة، قال انظروا ماذا يصنع، فلما أتاه المال أنفقه في سبيل الله، وبعث بمال لأبي عبيدة فصنع كما صنع صاحبه. قال عمر ألم أقل لكم. وهكذا ذكر الحافظ الذهبي في السير أن عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعروة بن الزبير ومصعب بن الزبير اجتمعا في الحجر عند الكعبة، فقال مصعب تمنوا، فقالوا ابدأ أنت، قال أتمنى إمرة العراق وأن أتزوج من عائشة بنت طلحة، من عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين. وقال عبد الله أما أنا فأتمنى الخلافة، عبد الله بن الزبير. وأما عروة فقال أتمنى أن يؤخذ عني العلم. وأما عبد الله بن عمر فقال أما أنا فأتمنى المغفرة من الله. قال فأصابت مصعب إمرة العراق، أي تحصل على إمرة العراق وتزوج من عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين. وأما عبد الله بن الزبير فكانت له الخلافة على الحجاز. وأما عروة بن الزبير فكان أحد الفقهاء السبعة من فقهاء التابعين ممن أخذ عنهم العلم. وبقيت أمنية عبد الله بن عمر ينتظرها عند ربه. قال الحافظ الذهبي فكلهم نال ما تمنى، ولعل ابن عمر قد غفر له رضي الله عنه وعن أبيه. وهكذا معاشر المسلمين من التمني المحمود أن تتمنى الخير للناس، أن تتمنى الهداية للناس. فربنا عز وجل قص علينا نبأ ذلك الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، إلى أن قال إني آمنت بربكم فاسمعون، فقتلوه، قتله قومه فأكرمه الله بالجنة، إني آمنت بربكم فاسمعون، قتلوه، قيل ادخل الجنة.
قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يتمنى الخير لقومه حتى بعدما قتلوه. وهكذا كان من السلف من كان حاله كذلك. فهذا ابن عباس كما روى الطبراني أنه قال إني لأمر بالآية من كتاب الله فوددت لو أن الناس يعلمون منها ما أعلم. وهذا الشافعي رحمه الله تعالى يقول وددت لو أن الناس تعلموا هذا العلم على ألا ينسب إلي حرف منه. وهذا بعض السلف يقول وددت لو أن الناس أطاعوا الله وأن لحمي قرض بالمقاريض، يعني قص بالمقصات، فيتمنون الخير ويتمنون الهداية للناس. رجال ينظرون إلى الأمور ويتمنون بإيمانهم وعقولهم لا بشهواتهم وأهوائهم. ومثل هذه الأماني المحمودة معشر المسلمين تحتاج إلى أن تأخذ بالأسباب، ولو كانت أماني دنيوية ما دام أنها في إطار المباح، كمن يتمنى أن يكون طبيبا أو مهندسا أو غير ذلك من الأمور الدنيوية، فإن هذه من الأمور المباحة وقد يؤجر عليها صاحبها إذا نوى بها خدمة الإسلام والمسلمين ونفع الناس. فهذه الأماني دنيوية أو أخروية لا بد لها من أسباب تأخذ بها. أما الكسل والعجز فلا يحقق لك شيئا. وأذكر 3 أسباب هي من أعظمها. الأول أن تلجأ إلى الله وتطلب العون من الله عز وجل وتتبرأ من حولك وقوتك. إياك أن تعتمد على مجهودك واجتهادك وتنسى الله جل جلاله. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. والله عز وجل يخبر عن شعيب أنه قال وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل التراب وهو يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وهكذا مما يستعان به على بلوغ المنى والأمان المحمودة الهمة العالية والنفس التواقة الشريفة التي لا ترضى بالأمور الدنية ولا ترضى بسفاسف الأمور. نفس تواقة للمعالي، نفس تواقة للدرجات العالية والدرجات الباقية. وهذا يحتاج إلى تعب، أن تتعب في جسدك حتى تحقق مناك. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد. وهكذا عليك بالصبر وطول النفس، عليك بالصبر وطول النفس حتى تبلغ ما تمنيت. وما يلقاها إلا الصابرون. فلا بد من صبر وإصرار وثبات. ومن ثبت نبت. لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، أي إلى أن أدرك المنى. فمن قادت الآمال إلا لصابري. فإذا بلغت مرادك فهذا هو المطلوب. وإذا كبى بك جوادك وقد بذلت جهدك واستعنت بالله فلا لوم عليك، كما قيل إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، ألا فلنحذر أن نكون من أصحاب الأماني التي لا تدرك، كأماني الموتى وأماني أهل النار. فإنك يا عبد الله في زمن أمنيات يتمناها الموتى ويتمناها أهل النار. فإن أول ما يتمناه الموتى أنه يرجع إلى هذه الدنيا، لا ليزاحم أهلها على الأموال، ولا ليزاحم أهلها على الجاه والمناصب، ولا ليزاحم أهلها على الأزواج والأولاد، ولكن يريد أن يرجع لهذه الدنيا ليعمل صالحا، ليصلي فريضة مع المسلمين في بيوت الله، ليتصدق بصدقة، ليعمل عملا من أعمال البر، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، أمنية لا تدرك، أمنية لا تدرك لهذا الميت الذي حضره الموت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ويقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أمنية يتمناها، لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فأنت في أمنيات الموتى، فاعمل صالحا يا عبد الله، وتب إلى الله عز وجل، وحافظ على ما أمر الله، واترك ما حرم الله قبل أن ينزل بك الموت، فتتمنى هذه الأمنية فلا تدركها. وهكذا أمنيات أهل النار، يتمنون أن لو كانوا اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم واتخذوا معه سبيلا وطريقا وأطاعوا الله ورسوله. فأنت في زمن أمنيات أهل النار، اتبع رسول الله واجعله أسوتك واجعله قدوتك، ائتمر بما أمر به وانتهي عما نهى عنه، ولا تعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا طريق إلى الله ولا إلى جنته إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. أنت في هذه الأمنية يا عبد الله، فاتخذ لك مع رسول الله سبيلا وطريقا إلى الله جل وعلا وإلى جنته. وهكذا إن كنت ممن يرافق أهل السوء ويصاحب الصحبة السيئة فاتركهم قبل أن تتمنى تلك الأمنية التي يتمناها الظالم. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. اترك الرفقة السيئة ورافق الصالحين، فإن المرء على دين خليله. وهكذا أمنيات أهل النار، يشتهون الإسلام ويشتهون الإيمان. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ويقول الله سبحانه ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين يشتهون الإيمان ويشتهون الإسلام عند الموت، يشتهون الإيمان ويشتهون الإسلام إذا رأوا النار، وكانوا حولها يشتهون الإيمان ويشتهون الإسلام إذا كانوا في النار عندما يرون خروج الموحدين من النار. فيا عبد الله أنت في زمن هذه الأمنيات، فاعمل قبل أن يحال بينك وبينها، فإنها والله حسرات
وندامات وزفرات وأمنيات، لكنها لا تدرك، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل، إنهم كانوا في شك مريب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن لنا الختام، اللهم أحسن لنا الختام، واجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم عليك بالقاعدة وداعش، اللهم عليك بالحوثة، اللهم عليك بالحوثة والقاعدة وداعش. اللهم إنهم قتلوا عبادك، اللهم إنهم قتلوا عبادك، اللهم إنهم قتلوا عبادك. اللهم انتقم، اللهم انتقم، اللهم انتقم يا عزيز يا جبار. اللهم من أراد بهذه البلاد وسائر بلاد المسلمين سوءا أو كيدا أو مكرا، اللهم اجعل كيده في نحره واهتك ستره وافضحه على رؤوس الخلائق. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.